إلى الأب، إلى المعلم، قدوة اللي يتمنى أن يكون مثلها. وأنا اليوم شخصياً استحضرت بعض الأساتذة اللي أنا درست على إيدهم، واللي بعضهم توفى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الرحمة للي توفوا، والصحة والعافية لكل الموجودين والمتقاعدين اللي لا زالوا ينتمون لهذه الأسرة. كل ما علينا لهم فضل بحياتنا شايلي على راسنا، لذلك أقل شكر نقدمه للمعلم أن نحتفل به بهذا اليوم ونشاركهم هذا العيد. الموضوع شوية يعني عاطفي بصراحة، خصوصا أنه أنا يعني اليوم شخصيا من قالوا اليوم عيد المعلم قلت أنا استذكرت بعض أساتذتي اللي درسوني واللي توفوا. من خلال الفرات ومن خلال شاشة الفرات وصوت عراقي، كل كلمات الشكر والعرفان والامتنان لكل أساتذتنا الأعزاء اللي تعبوا علينا، واللي وجهونا، واللي نصحونا، واللي كانوا شديدين معانا. بالتالي احنا من كبارنا عرفنا هم ليش كانوا شديدين معانا. فألف تحية لهذا الشخص المعطاء. وما أعرف يعني بالنسبة لي هذا الموضوع ما أعرف، اليوم أنا جدا متحسسة منه. والدي ووالدتي أيضا كل عام هم بألف خير، وكل عام والأسرة التربوية بألف خير. معلماتي أحبكم، كل عام وألف خير. المعلمات اللي علمونا والوصلونا لهاي المرتبة أريد أشكرهم وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير يا أحلى استشارة وأحلى بلد بالدنيا. كل عام وأنتم بخير معلماتي ومديرتي. قم للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. جولتنا لهذا اليوم راح تكون في إحدى مدارس العاصمة بغداد، راح نتواجد وياهم ونعيش أجواء عيد المعلم في هذه المدرسة. خليكم ويانا. نرحب بكم وبقناتكم ان شاء الله بمدرستنا، مدرسه الابتكار الاساسيه. طبعا احنا السنه تختلف عن باقي السنوات الاخرى، لان تعرف كان عندنا قبلها الوباء وما وباء، بس السنه لا، نشوف انه الطلاب انشط السنه بوجودهم داخل الصفوف الدراسيه. ان شاء الله هو مو عيد المعلم فقط، ولكن عيد الطالب كان يوم 25، فاليوم حبينا نفرح طلابنا الاعزاء. كل عام وانتم بخير، والكادر التدريسي وكل المعلمين والمدرسين بانحاء العالم عامه وخصوصا في العراق، وعلى جهودهم الطيبه اللي يبذلوها ويا طلابنا. وان شاء الله هذه فرحه بسيطه إنه وللطلاب، وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بألف خير، وشكري وتقديري لكل معلم ومعلمه بذلوا كل الجهد وفي سبيل بناء المجتمع من ناحيه العلم، من ناحيه المستوى الثقافي والمستوى العلمي. وكل عام وانتم بألف ألف خير ان شاء الله. التفوق دائما ولمدرستي ولكل مدارس العراق عامه. طبعا من المصادفات الجميلة أن اليوم في عيد المعلم قررت إدارة المدرسة تكريم إحدى المعلمات اللي أحيلت على التقاعد. كل عام وانتم بألف خير، تبقين معلمتنا وأستاذتنا. شكرا جزيلا. باسمي واسم جميع كوادر مدرسة الابتكار أقدم أحلى وأجمل والتبريكات بهاي المناسبة، وخجلتوني والله، يعني ما أعرف شلون أعبر. واشكركم شكر جزيل، وشكري ما يوصف للمدير الفاضل. احب اهني ست راجحه بمناسبه عيد المعلم، واحب اهني كادر مدرسه الابتكار كلهم واحد واحد، وشكرا على جهودهم اللي بذلوا لنا. حرفيا كلش تعبوا ويانا بتدريسنا وبتربيتنا بكل شيء.
كلش معلماتنا كلش حبوبات واحنا كلش نحبهم، خصوصا ام العربي كلش تتفهمنا وست راجحه الله يحفظها لنا، ما تخلي يعني اي احد عنده مشكله تحلها هي، والحمد لله انا احمد ربي وشكرا انه هي معلمتي. روح التعاون والمسابقه الموجود داخل مؤسسه الابتكار الحكوميه. شكرا لكم لعطائكم وابداعكم، شكرا لكم لكل ما تقدمون لخدمه ابناء بلدي العراق الحبيب. شكرا. وبنهايه جولتنا نقول كل عام والكادر التدريسي والتعليمي